العالمين. اللهم يسر واعن يا كريم. نكمل موضوع التكليف. فعدنا المسألة الثانية بعد أن أخذنا في المحاضرة الأولى الحاكم وأخذنا شروط التكليف. الآن نأخذ شروط التطبيق. الإسلام ينبغي أن نفهم أن الإسلام جاء خطاب للإنسانية وللبشرية عامة، وليس خطابا للمؤمنين فقط أو للمسلمين فحسب، وإنما هو خطاب لكل إنسان يعيش في دائرة وكنف أهل الإسلام، ويكون له ما لهم وعليه ما عليهم إلا ما خصه الشرع به أو خصهم به. فلذلك ينبغي أن تكون هذه النقطة جوهرية واضحة، لأنها مهمة جدا في التفاهم وفي الفهم، في فهم كلام العلماء، في فهم الاستنباط، في فهم المفتي، في فهم المثقف، في فهم وتفهيم المسلمين وغير المسلمين. فحين نقول شروط التكليف أو شروط التطبيق، أخذنا أن شروط التكليف هي حجية الإسلام على الخلق ليؤمنوا، أنه بالغ عاقل بلغته دعوة الرسول هو مخاطب. أما أنه يؤمن أو لا يؤمن، كان يكون متجاهل أو معاند أو يصرح برفض الإسلام، هذا موضوع آخر وله أحكامه، تلك في الفقه. ولكن في التعامل الأصولي في تفكير المسلم، كيف يرى المسلم هذا الواقع، فهنا الموضوع اختلف. أما شروط تطبيق التكليف هي غير شروط التكليف. شروط التطبيق هي حجية الأمر والنهي على المأمور، على كل مأمور سواء مسلما أو غير مسلم. يعني مثل القانون، قانون الوضع الذي يحكم الناس لا ينظر أنه هذا مسلم أو غير مسلم، أو هذا علماني أو ليبرالي أو نصراني أو يهودي، أو القانون ينظر للناس على السواسية. كذلك قانون الإسلام، الشريعة الإسلامية، نظام الإسلام في حركة الأمم والشعوب والعالم ينظر للإنسان بوصفه قانون، يعني ليس بوصفه تدين أو دين، بوصفه نظام ينظم حياة الإنسان. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه التقوى هنا معناها الوقاية من المسؤولية للمتدين، الوقاية من المسؤولية في الدنيا والآخرة. لغير المتدين بدين الإسلام الوقاية من عقوبة القانون. هذه الغفلة موجودة عند كثير من الناس الآن. حين ينظر للإسلام يقول لك الإسلام نظام ديني. لا، الإسلام ليس نظاما دينيا، هناك فرق. عقيدته عقيدة دينية، أما الإسلام نظام للإنسانية، نظام إنساني، نظام يطبق على البشر بالمعنى الدقيق، نظام سياسي. وهذا ما تفتقر إليه الديانات الأخرى، لأنها ديانات روحية بلا نظام، كالنصرانية واليهودية. اليهودية عندهم شيء من الشريعة ولكن ليست في تفاصيل الحياة. ويختلف عن النظم السياسية في العالم الرأسمالي مثلا، لأن تلك النظم سياسية تفتقر إلى العقيدة الدينية، وعقيدتها أن لا عقيدة، لا تعالج الشعور غريزة التدين عند الإنسان والشعور بالعجز والاحتياج إلى الخالق المدبر، أو تعالجه بشكل ساذج سطحي لا تدبير له. فلذلك ننتبه إلى شروط التكليف غير شروط التطبيق. شروط التكليف أن هذا الإنسان حين تبلغه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عاقل بالغ،
دخل في طور إما يفعل عقله ليؤمن أو يتجاهل الإيمان أو يكفر بالإيمان، يكفر بالإسلام. وهذا كله نقول هو شأنه، ليس حقه ولكن شأنه، لأن الحق بالحقيقة، والحقيقة بنت البرهان والدليل. فإذا كان في المحاججة فهنا لابد من البرهان والدليل. أما شروط التطبيق هذا التكليف فهي حجية الأمر والنهي على كل إنسان مأمور مشمول به ليعمل بالمطلوب، بغض النظر عن كونه مسلما أو غير مسلم، لأن هذا التطبيق متعلق. من الذي يطبق الإسلام؟ سنأتي عليه، هو الحاكم. كما يقول ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من شرح البخاري، يقول الحاكم هو الخليفة والقاضي، هذا الذي يطبق الإسلام. هنا التطبيق غير معنى التدين والدين. كل مسلم هو مسؤول عن تطبيق الإسلام كفرد، كل مسلم. أما التطبيق للإسلام في نظام الأمة والعالم فهذا مسؤولية الحاكم والقاضي، والباقون من الموظفين الدولة وكذا هم بالتبعية. هذا المفهوم مهم يستحضر عند دارس أصول الفقه، لأنه حين يكون مفتيا أو قاضيا وهو غير منتبه إلى هذا المفهوم سيكون هناك مشكل، قد يكفر إنسان أو يحكم على إنسان بغير وجه حق. وهذا ما يشكل على الآن على المثقفين الليبراليين والعلمانيين في الدرس الفكري لأصول الفقه، يعني ليعمل فيدخل في التطبيق في متعلق الأمر والنهي من توفرت فيه أهلية الخطاب. ما هي أهلية الخطاب؟ أهلية الخطاب هو مكلف. شوف، أهلية الخطاب بالغ عاقل بلغته دعوة الرسول، إذن هو يدخل سواء آمن أو لم يؤمن. هذه أهلية الخطاب، لأن الخطاب هو الفهم. حين يبلغك الخطاب وتفهمه معناته أنت وصلك هذا خطاب ما قول. ولذلك في الاستدلال نقول قال الله تعالى. أما حين نعرف الفقه الفهم قول الله تعالى يقول خطاب الشارع، معناته وصل عندنا الفهم، معناه أدركنا الفهم. فلذلك فكان مسؤولا عنه مسؤولية محاسبة أمام الحاكم والقاضي في الدنيا. فكل من عنده أهلية الخطاب مسلم أو غير مسلم في دار الإسلام محاسب أمام الحاكم والقاضي، أمام الخليفة والقاضي. هكذا يكون الأمر. ولا يدخل فيه من ليس فيه الصلاحية للتطبيق لسبب من الأسباب أو لمانع من الموانع. فالناس في تطبيق الإسلام مؤمنون وغير مؤمنين. طبعا المؤمنون هم المسلمون والمحسنون، وغير مؤمنين يعني متجاهلون، ملحدون، نصارى، يهود، إيزيدية، كل هذولا. ومشغولون لغير عذر سنأتي على تفصيلها، أو مشغولون وآخرون معذورون. 4 في التطبيق: مؤمنون، غير مؤمنين، مشغولون لعذر، وآخرون معذورون. غير موضوع التكليف مهم جدا. ولذلك الآن يعني راسا تتكلم مع إنسان يقول لك يعني واحد سمع الخطاب الإسلامي وعاقل وبلغته دعوة الرسول وما آمن، ما حكمه؟ حكمه أن المبلغ ربما مقصر، أن المبلغ لم يقم الحجة بشكل ملفت للنظر إذا كان الإنسان المقابل له جادا، كما عرفنا الجدية، يريد أن يصل إلى إنجاز الأعمال وتحقيق الأهداف. أو أنه هذا المقابل متجاهل يحتاج إلى التكرار ولفت النظر والانتباه وما إلى ذلك. متجاهل يعني يحتاج إلى مزيد من، أو معاند.
بس أنت في كل الأحوال أنت كإنسان تبلغ الحجة، أنت لست قاضيا، ما تحكم عليه حكما معينا خارج هذه الدوائر، خارج دائرة العلم والجهل والتجاهل. فيدخل في متعلق خطاب الله تعالى المؤمنون وهم كل من عرف الإسلام. المؤمنون عرف الإسلام، ما قلنا تعلم الإسلام. الآن هناك من يتعلم الإسلام وهو غير مسلم، بل يأخذ درجات عليا وهو من أهل الكتاب، مثلا يأخذ الماجستير والدكتوراه في الفقه الإسلامي والأصول وما إلى ذلك. بل هناك من المستشرقين من كتب في أصول الفقه، بل المستشرقون ربما أكثر علمية من كثير من علماء بين المسلمين. ولكن هل هذا معناه أنه عرف الإسلام؟ هذا لم يعرف الإسلام، لأن المعرفة لها معنيان: التصديق والتسليم. فمن لم يحصل عنده التصديق ولا التسليم فهذا ليس بمعرفة، هذا ليس بعارف، وإنما هذا عالم. ولذلك تجد حين تقرأ لبعض المعاصرين من الفلاسفة، حتى هم بالأصل مسلمين يعني، لكن يحملون عقيدة أخرى، تجد له كتابات غزيرة في الفكر الإسلامي، ولكنهم بصراحة غير مؤمنين، لأنهم غير عارفين. يدرسون العلوم الشرعية دراسة نظرية، ليست دراسة للوصول إلى المعقولات، وليست دراسة للعمل بها. لظرف معين صار تخصص عنده كمسلم، يدرس مثلا العقيدة الليبرالية أو النظام الرأسمالي أو الاقتصاديا أو الديمقراطي سياسيا، ولكنه مسلم لا يعتقد بذلك، يدرسه. فهناك فرق بين كل من عرف الإسلام. ماذا يعرف من الإسلام؟ بأن الإسلام دين رب العالمين المنزل على سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وحيا من عنده. هذا الدين ماذا يعمل؟ لينظم علاقة الإنسان بثلاثة اتجاهات: علاقة الإنسان بخالقه على سبيل سلامة المعتقد وصحة العبادة. 2، ينظم علاقة الإنسان بنفسه بآداب وأحكام المأكل والمشرب والملبس والأخلاق وما إلى ذلك. وينظم علاقة الإنسان مع غيره من الناس بأحكام المعاملات والعقود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الإسلام. فإذا هذا هو المتعلق خطاب الشارع من حيث التطبيق، وهنا شمل الفرد وشمل الجماعة أيضا. قطعا أن غير المسلمين أو الكفار الذين لم يدخلوا بالإسلام وقد بلغتهم دعوته، بل جميع الناس، احنا قلنا أنه يعني هنا استعمل كلمة والكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام على العموم، ولكن قد يكون هو غير المسلم هو المعنى الأدق والصحيح. بل جميع الناس مخاطبون بفروع الشرائع الإسلامية، مكلفون بها. هذا لأنهم هم مكلفون، توفر عندهم العقل والبلوغ وبلوغ دعوة الرسول، مكلفون. إذن هم مشمولون وفق السياق الخطاب الإسلامي، هم مكلفون. مثل ما قلنا، ضربنا مثلا مثل القانون المدني مثلا. الدولة المدنية تحكم على كل الناس مسلمين وغير مسلمين بقانونها، فكذلك الدولة الإسلامية وليست الدينية، لأن الدولة الإسلامية دولة بشرية وليست دينية، تحكم على كل الناس بقوانينها. فمن هذا الوجه هي قريبة من الدولة المدنية، ولكن الفرق بينها وبين الدولة المدنية أن الدولة المدنية ليس لها عقيدة وفي تشريعاتها، أما في الدولة الإسلامية فالتشريعات كلها تؤسس على العقيدة الإسلامية، على الوحي.
مخاطبون بفروع الشريعة الإسلامية، مكلفون بها وبما لا تصح تلك الفروع إلا به وهو الإسلام، لأن الخطاب الشرعي واقع على الإنسان بوصفه الإنساني، ويحملونه كالعبادة المخصوصة لقوله تعالى حكاية عن حال الكفار قال ما سلككم في سقر. هذا يخاطب الكفار، لأن قالوا لم نكن نؤمن بيوم القيامة، فقال ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذا خطاب للكفار، تكذيب هنا. هذا ليس متجاهل سكت، وليس معاند يجادل، وإنما أعلن أنه ما يؤمن بيوم الدين، يعني يكفر بيوم الدين. ومع أنهم مخاطبون بفروع الشرائع الإسلامية، لأن الإسلام ليس شرطا في التكليف في الشريعة، وحيثما ثبت الخطاب ثبت التكليف كما أسلفنا، إلا أنهم ممنوعون من تطبيق ما شرطه الإسلام. يعني هؤلاء الناس ممنوعون مما شرطه الإسلام بأحد وجهين على ضربين. إذا كان التكليف من ضرب الأول ما هو حق لرب العالمين ومتعلقه العبادة وشرطه الإسلام، فإنها لا تصح منهم في مجال التطبيق. يعني واحد نصراني يريد يفوت يصلي في مسجد المسلمين، يا أبا هذا ما يصير. ولا مسلم يفوت يصلي في كنيسة النصارى، لأن هذه عقيدتهم، هذه عبادة مخصوصة. بل يمنعون من فعلها حال كفرهم لتوقفها على وجود النية المتوقفة على الإقرار بدين الإسلام، وهم لا يفعلونه فامتنع فعلهم بالضرورة. الضرب الثاني مما هو من حقوق الآدميين ومتعلقه بالمعاملات بين الناس، ولا يتوقف على نية القرب ولا يكون الإسلام شرطا فيه، مثل إيش؟ كالعتق ورد المغصوب وإقامة الحدود وغيرها من الأحكام الشرعية والحقوق الآدمية والمدنية. هذه ما يشترط فيها الإسلام، هذه تكون عامة يعني العتق، يعني ممكن المسلم يعتق واحد غير مسلم، عبد غير مسلم، وهكذا. والحقوق الآدمية والمدنية. وإيمان الكافر بعد ذلك وتحوله إلى الإسلام يجب عنه ما قبله. هذا من حيث التطبيق والتكليف، أن الإيمان الإسلام يجب ما قبله، لحديث عمرو ابن عاص، فلا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه. يعني هنا انتبهنا في شيء من التطبيق، أنه المراد أن الإسلام نظام للعالم، للأمة والعالم، لا يشترط في تطبيقه الإسلام إلا ما خصه الإسلام مثل العبادات، فهنا لا بد أن تكون، لأن هاي شرطها الإسلام. أو مثلا المسلم ما يصير يدفع الجزية على سبيل المثال، لأنه هذه خاصة بأهل الكتاب. وإن كان الزكاة أكثر من الجزية، الزكاة واقع على المسلمين أكثر من الجزية. الجزية شيء رمزي تقريبا يكون، لكن هذا يعني مثلا في تطبيق الإسلام مثلا المرأة الحائض لا تصوم ولا تصلي، هذا خصها الشارع في هذا الوقت، لا تصوم ولا تصلي، ولكن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فإذا هنا الإسلام نظام ما تعلق منه بإدراك الصلة بالله تعالى، العبودية لله، صار عند المسلم عبادة. عند غير المسلم تطبيق فقط. المسلم دنيا وآخرة، ممدوح عليه تطبيق الإسلام دنيا وآخرة. غير المسلم ممدوح على تطبيق الإسلام في الدنيا، وحسابه عند الله في الآخرة. هكذا تكون الأمور. الآن نأتي إلى عوارض الأهلية والأعذار. قلنا ويعذر في التطبيق من عرض له ما يفقده الصلاحية أو بعضها، ويقوم وليه برعايته، فلا يدخل في متعلق الأمر والنهي بذاته، ويتحمل عنه وليه حتى يرشد.
لانتفاء الأهلية عنه من قبل، مثل من؟ كالساهي والصبي والمجنون. ولكن الساهي ليس بإطلاق، وإنما الساهي على 3 أحوال: إنسان عاقل لا يستوي عمره العقلي بمناسبة عمره الزمني، هذا ساهي يسهو، أو عاقل لم تمضي له مدة يتمكن بها من إدراك المطلوب كجديد عهد بالإسلام، أو إنسان عاقل كسول مهمل لا يلتفت إلى المطلوب تهاونا به. هاي 3 أحوال للساهي. الأول الذي هو لا يستوي عمره العقلي بمناسبة عمره الزمني، تفاوت، يعني أكو ناس تشوفهم كبار بالسن ولكن عقلهم طفولي، هذا نوع من السهو لا ينبغي. يقول والأول والثاني الذي هو جديد عهد مثلا بالإسلام أو لم يتمكن من إدراك المطلوب، مكلف لم تكتمل أهليته، مكلف لم تكتمل أهليته، فهو عاقل بالغ بالغته دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إليها، فهو غافل عن الذكر، وإذا قال فيقول بالظن والتخمين. يعني يجب أن نتحرى مع من نتعامل، لا عن علم وسماع ولا غلب الظن، أي لا يقول عن اعتقاد. وهؤلاء من الذين يسهون في الشيء فيتركونه عن غير علم، يتركون العمل بالشيء عن غير علم، وإذا فعلوه فعن جهالة بحسن الظن أو غياب الفطنة. قال الله تعالى: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. فمثل هؤلاء يحتاجون التعليم والرعاية مدة من الزمن كافية من قبل زجرهم، ما ينبغي أن نزجرهم، ينبغي أن يعلموا. بل هناك أحداث جرت يعني في لمثل هؤلاء حتى الحد سقط عنهم، فجديد عهد بالإسلام وتصرفوا تصرفات لا ينبغي، مثل ما يروى كقصة يعني للمثال أن سيدنا عمر بن الخطاب جاءت امرأة وقالت أنه يعني بلغها من الضعف والحاجة وهي في طريق ما فعلت به كما تفعل النساء في الجاهلية كنا، أنه تأخذ مبلغ من المال وتمكن رجل من نفسها كزواج أو شيء من هذا القبيل، فقالت علي إثم مثلا. فهنا سيدنا عمر بن الخطاب على ما يروى أنه قال هو الزواج، يعني هذا الزواج كان معروفا وكأنها تجهله، فلم يقم عليه حدا، لأنه مثل هذا يعني يعتبر لو كانت تعلم به لكان الأمر ثقيل يعني في مثل هذا. ومن هذين النوعين من السهو مضي مدة يتمكن العاقل فيها من أن يتعلم أصول الإسلام وما يحتاجه من الفروع في استقامة حياته ولا يفعل، هنا مهمل، كحال غالب أهل زماننا. اليوم أهل زماننا الغالب عليهم مهملين في تعلم دينهم، في تعلم إسلامهم، ما يجب لهم أو عليهم، لأن هم داخلين في الأمر بالأمر والنهي، ولكنهم يستسيغون الجهل كأنهم معذورون لجهلهم. هؤلاء ليسوا معذورين، هؤلاء مؤاخذون عليه في الدنيا بأن يذموا، وفي الآخرة حسابهم على الله عز وجل. كان يستطيع أن يستدل بالمصنوعات على وجود الصانع ولا يفعل، أو يتعلم بلاغ الرسول ولا يطلب العلم. أخذته العادة من الغفلة عن نفسه في التجاوب مع فطرته في معرفة ذلك، أو انساق وراء الثقافة العلمانية والمصالح الآنية الأنانية، فغفل عن الذكر وتغافل وقعد عن التفكير العميق وهو أهل له، فاحتاج للإيقاظ بالتنبيه الحسي والفكري وجوبا. لازم ننبهه، يابا أنت لازم تتعلم، أنت لازم تتفهم، لأن أنت غير معذور ومشغول بما لا يشتغل به، فلا بد أنه تنتبه. ويؤمر الساهي من هذين النوعين من جهة الحاكم أو القاضي أو الناصح له. حين يكون هناك قاضي للمسلمين أو حاكم للمسلمين، يأمرهم أنه يتعلمون الإسلام. ولذلك الإمام الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه
يقول يجب على ولاة الأمور، يجب على ولاة الأمور أن يأمروا الأزواج والآباء أن يعلموا أزواجهم وبناتهم وأولادهم وإماءهم الإسلام، يجب عليهم. فإذا القضية ليست متروكة هكذا. بعد ذهاب السهو عنه يجبر خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال. هذا بعد أن يعلم يكون هكذا. أما الساهي من النوع الثالث الذي لا يلتفت إلى المطلوب تهاونا به قصدا فهو مكلف غير معذور يدخل عليه الإثم لا محالة. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين إذا فعلوا المعروف لا يرجون ثوابا. هناك ناس يفعل المعروف ولكن لا يرجو ثوابا، هذا ساهي، لأن لا يستحضر إدراك الصلة بالله تعالى، لا يستحضر الحكم الشرعي. وإذا فعلوا المنكر أو تركوا المعروف لا يخشون عقابه، ما بالهم. فهذه العوارض هذه غير يعني مذموم عليها الإنسان، غير مسامح عليها. وأما الصبي ولو كان يميز والمجنون ومن أصابه عارض فقد العقل والغيبوبة فهؤلاء غير داخلين في متعلق الخطاب الشرعي لانتفاء التكليف عنهم، لحديث علي رضي الله عنه قال: أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاث: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل. هذا بالنسبة لمحاضرتنا هذه إن شاء الله، وأرجو أني قد وفيت فيها. وهناك نكمل إن شاء الله في المحاضرة الثالثة ما يتعلق بهذا الموضوع بإذن الله تعالى.